مع صديق عمره الشيعي سعدون ويوسف مسيحي بيتكلموا حوالين فكرة انه الطائفية التي ظهرت فجأة، فيعني بيتذكروا نكتة ومقولة للجواهري، يعني فحابب انك تقولها للمشاهدين يعني. وهي النكتة يعني انه يظهر مصباح علاء الدين السحري لثلاثة عراقيين، واحد طبعا شيعي وسني والثالث مسيحي، ويطلب يقول للسني يعني شبيك لبيك الجني، فالسني بيقول له يعني امحي لي كل الشيعة ما تبقي ولا واحد. فيجي يطلب يقول للشيعي انت شو امنيتك شنو هي؟ فبيقول له امحي لي السنة ما تبقي ولا واحد. فيجي على المسيحي ويقول له شو انت امنيتك؟ فبيقول له حقق اماني الشباب وبعدين احنا نتكلم. وانا هي مهمه بالنسبه لي، لانه هناك يعني بعض الناس بيطيب يعني طيب النيه وكذا يؤمثل ايضا الاخر. يعني الان مع كل الذي يحدث ضد الكثير من المسيحيين بيقول لك يعمل صوره مثاليه لكل المسيحيين وانتم كلكم ملائكه وانتم كل. الحال ليس ان ننظر الى الاخر الى انه ملاك، ولا ننظر الى الشخص كانه يمثل مجموعه باكملها، وان كل المجموعه يا اما شريره يا اما ملائكه. نتصرف بطريقه واقعيه ونشوف الانسان انسان معقد وله ابعاد متعدده ويتاثر بالطبقة وبالموقع الاقتصادي وأمور أخرى. لكن فكرة الوعي يعني حتى اللي هو لما بيقول في الحوار ما بينهم بيتذكروا أبيات ساخرة للجواهري اللي هي أي طرطرة تطرطري تقدمي تأخري تشيعني تسنني تهودي تنصري تكردي تعربي. فبيدور حوار ما بينهم انه اكو كان سنة وشيعة ومسيح واسلام، بس ما كان قتل وسحل وميليشيات ومفخخات، اللي هو ده الوعي الشعبي. كنا مختلفين بس ما كناش بنقتل بعض. امتى نقدر نقول انه بدأ تحول القتل الى اسلوب في التحاور؟ والله يعني هو شوف حرب ال 91 بعد احتلال الكويت والانتفاضة التي قامت في العراق في معظم محافظات العراق، هذه نقطة تحول مهمة جدا، لأن النظام عندما قمع الانتفاضة في جنوب العراق، الخطاب اللي استخدمه في قمع هذه الانتفاضة ربط أولا نزع العراقية عن الكثير من الشيعة في مقالات افتتاحيات مهمة نشرت في جريدة الثورة آنذاك، ويقال أنه ربما كتبها صدام حسين أو طارق عزيز. كان خطاب عنصري جدا، ربط سكان الجنوب من الشيعة بإيران وعملهم إلى غوغاء، وهذه كانت نقطة مهمة في بداية التعامل مع الموضوع على أساس الطائفة بشكل صريح.